الحشد الشعبي أو الحشد الجمهوري بالتويتر وبالفيسبوك بأنني سأكشف سرا هذه الليلة. ما هو هذا السر؟ هذا السر حقيقة يعني أنا قبل أسبوع، بسم الله الرحمن الرحيم، قبل أسبوع وعلى الخاص، على الفيسبوك الخاص بتاعي، جاءني سلام من أحدهم، قال لي مرحبا أستاذ صباح شلونك؟ قلت له أهلا وسهلا حياك الله. قال لي ممكن أتكلم معك وأتعرف عليك؟ قلت له أنت تعرفني أنا صباح الخزاعي بس أنا ما أعرفك. قال لي أنا فلان. فضربت على الصورة مالته، يعني الصورة أو الموجودة الأيكون مالته مال صفحة الفيسبوك، طلعت لي الصفحة مالته بالفيسبوك وقرأتها ويبدو لي أنها حقيقية. هذا الرجل هو قائد كبير بالجيش العراقي أو ما يسمى بجيش السلطة، قائد عسكري كبير. فأنا حقيقة ترددت بالتكلم معه. قال لي أرجوك أعرفك عن نفسي، أنا فلان. وقال لي أنا قائد، وأعطاني الاسم وأعطاني الرتبة مالته وأعطاني ما هي وظيفته داخل الجيش العراقي. فمن خلال الحديث معه وجدت أن هنالك مشتركات بيني وبينه. هو أولا ضد التغلغل الإيراني، وهو ضد الطائفية، ويساند الجيش العراقي بين قوسين، ويكره ولا يحب الميليشيات الطائفية. وقال لي أستاذ صباح أرجوك أن تفهم أنه الذي حرق في صلاح الدين وغير ذلك ليس الجيش العراقي. أنا قلت له بريء. قال لي ولا الحشد الشعبي. قلت له وأنا هم أبرئ لك الحشد الشعبي. قال وإنما الميليشيات الطائفية. فاعطيته الأسماء. قال لي هم نعم هم هؤلاء عصائب أهل الحق عصائب أهل الحق وحزب الله وقسم من قوات بدر، يعني أبو الفضل العباس. يعني هنالك يعني ميليشيات. قال هؤلاء هم الذين يقتلون ويفجرون في صلاح الدين وفي أماكن أخرى ممكن تحررها. لكن الغريب قال لي أستاذ صلاح أكشف لك سرا أن قوات الحرس الثوري الإيراني المتواجدة في ساحة المعركة في قاطع عمليات الرمادي يقصفون الجيش العراقي. قلت له ماذا تقول يا رجل؟ قال لي نعم يا أستاذ صباح، قبل أسبوع قصفونا ب 12 صاروخ زلزال. هذا ما قاله بالنص، قال قصفونا ب 12 صاروخا من نوع زلزال على القوات المتواجدة في منطقة حصيبة الشرقية على أطراف الرمادي. أنا عندي الخريطة هنا إذا ممكن تشوفوها، يعني يمكن حصيبة ما تبين، أعتقد حصيبة ما تبين، لكن حصيبة أعتقد من جهة حصيبة من هاي الجهة، حصيبة من هاي الجهة. هذا ترى المركز مع الأطراف القريبة من منطقة الرمادي. فقال ضربونا ب 12 صاروخ زلزال. قال ويقصفون الحرس الثوري الإيراني والميليشيات الطائفية المتجحفلة معهم، يقصفون قطاعات الجيش العراقي. قلت له لماذا؟ قال لي لا أعرف. قلت له هذا تريدني أنا أكشف للإعلام؟ قال لي الأستاذ صباح كلهم يعرفون. قلت له والحال قال ما حد يتصرف. يقصد الإعلام في العراق يعرف. يبدو لي ان القيادات كلها تعرف. قال لي حتى اذا نشرت القيادات كلها تعرف، وانت انك لن تفشي سرا. قلت له بس احنا ما نعرفه. فاضافه الى ذلك قلت له قوات الحرس الثوري شلون تعرفوهم موجودين؟ قال لي احنا حددناهم بالنسبه للفرقه مالتي، هكذا قال، حددناهم هنالك 70 شخص يضربون ويختفون. قسم مرعتهم قوات الحرس الثوري وميليشيات طائفية متجحفلة معهم يضربون الجيش العراقي. بدأ الحديث، فأنا قمت أحلل له. قلت له يبدو لي أنهم لا يريدون الجيش العراقي، يعني جيش السلطة بين قوسين الجيش العراقي، أن يتحرك وأن يحرر وأن يحرز إنجازات. يريدون يعرقل هذه المهمة لكي تبقى داعش وتبقى الميليشيات وتبقى هذه الورقة بين الميليشيات وبين داعش والشعب العراقي وشعب أهل الرمادي أهلنا يدفعون الثمن. تعرف أنا بعدين فيما لا مع السلامة وبقى
يرجع يخاطبني: صباح الخير استاذ صباح، مساء الخير استاذ. انا مشغول رجل، انا اشتغل 5 ايام يعني ما عندي مجال يعني، الى ان بعض الكلمات، وبعدين وصلنا لنتيجه ان هنالك مخطط. يبدو لي ان الايرانيين واحتمال حتى يتهم، يقول حتى القوات الامريكيه ممكن ان يعني تتغاضى عن هالشيء هذا، ولا لمصلحه من يضرب الجيش العراقي بالرمادي وتبقى القضيه يعني بهذا المضمار. طيب أنت تفسيرك حتى الآن، لأن هناك بعض يتحدث يقول بأن تحييد ومنع الميليشيات الطائفية في العراق والحشد الشعبي بين الخوض المعركة، معركة تحرير الرمادي، يعني أغضب إلى حد ما هذه الميليشيات قيادتها وغيرها، وربما هي يقولون بأنها لا تريد أو لا تتمنى انتصار الجيش العراقي وأبناء العشائر في تحرير الرمادي اليوم، لأن ذلك يضر كما تقول أنت، يضر نعم. هاي ما قلته هو صحيح، فقط أن تضيف هذه المعلومة لكي لا تفلت مني كما يقال. قال لي: استاذ صباح ترى أنا دا أحكي وياك من داخل المعسكر. قلت له: أعرف داخل المعسكر. قال يعني صار لي 3 أشهر ترى مشايت أهلي وعائلتي، وأرسل لي يعني صورتين من أطفاله. طيب هذه أمور يعني حتى إضافة إلى ذلك، في ليلة الاثنين رجعت على الصفحة مالتي وبدأ أشوف المحادثة، وإذا بها تمسح بالكامل. مسحت المحادثة، أو بالأحرى مسح كلامه. كلامي بقي، لكن كلامه الذي خصه بي مسح بالكامل من الفيسبوك. الأمر متفهم. ها؟ أنت تعرف السبب لماذا؟ أنا أعتقد لأنه بدأ هجوم الرمادي، وأعتقد الأمريكان دخلوا المستشارين، واعتقد فقطعوا كل الاتصالات. اي ضابط في الجيش العراقي ممكن يتحدث عن شيء هذا، ممكن جدا ان يتم التعرض له. انا قلت من قبل الميليشيات، قلت له دير بالك من المخبر السري. قال لي: ايش تقصد؟ قلت له: دير بالك من الحرس الثوري يا اخي. قال لي: لا ان شاء الله ماكو شيء، انا قائد عسكري كبير ما حيقدر يتجرأ يعني يتحرش بي او كما يقال. المهم هذه مسحت للاسف يعني من الصفحه مالتي، وانقطع الاتصال بيني وبينه. فهذه هي المصيبة في الرمادي. طيب الآن في هذه المعركة، معركة تحرير الموصل،